السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. أخبار حزينة لكل جماهير النادي الأهلي بعد تأكيد إصابة اللاعب كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي، وكل التمنيات بالشفاء العاجل للاعب. حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم خارج قائمة الأهلي أمام إنبي بسبب الإصابة. أنباء عن فشل صفقة عبد العزيز يعقوبو بسبب الكشف الطبي، والفريق الطبي بالنادي الأهلي قرر إعادة الكشف الطبي الخاص بالركبتين مرة أخرى للاعب قبل أن يتم تحديد مصيره من التواجد مع الأهلي من عدمه. ومصدر مقرب من اللاعب: الأهلي طلب إعادة الفحص الطبي وجاءت النتيجة مماثلة للفحص الأول، وحاليا لا نعرف موقف الصفقة وننتظر رد الأهلي. أحمد شوبير: تم عمل الفحص الطبي ليعقوب والنتيجة كانت جيدة، كان فحصا عاديا والنتيجة طبيعية. وأحمد أبو عبلة بعد عودته من السفر قال أنه يريد إجراء فحوصات طبية جديدة لعبد العزيز يعقوب، لأنه علم بأن اللاعب سبق له وأن أجرى عملية جراحية في الركبة. وتم الاستقرار على مراجعة كافة نتيجة الفحوصات اليوم الخميس بعد تسليم التقرير الطبي. وكما حدث قبل ذلك، اكتشف أبو عبلة إصابة اللاعب جلال الدين مشاريبوف والصفقة لم تكتمل بشكل رسمي بعد توقيع العقود. محمد الضوي كريستو ينتقل لصفوف النادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 1,250,000 دولار، 900,000 دولار مستحقات كولوبالي زائد 350,000 دولار، بالإضافة إلى حصول نادي النجم الساحلي التونسي على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا، واللاعب يصل إلى القاهرة الجمعة المقبلة. فيفا يعلن عن إقامة قرعة كأس العالم للأندية يوم 13 يناير القادم في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم بمدينة الرباط. وأعلن فيفا موعد مباريات كأس العالم للأندية: المباراة الافتتاحية الأهلي ضد أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير، مباراتي الدور الثاني يوم 4 فبراير، ونصف النهائي يومي 7 و8 فبراير، ومباراة تحديد المركز الثالث يوم 11 فبراير، والمباراة النهائية في نفس اليوم. قرارات لجنة المسابقات بعد شغب جماهير الزمالك في لقاء أسوان: حرمان جماهير الزمالك وعددهم 1232 مشجع من حضور مباراتين لما بدر منهم، زائد توقيع غرامة مالية 25,000 جنيه على نادي الزمالك لاعتراض الجهاز الفني والإداري بصورة جماعية على الحكم، زائد غرامة 20,000 جنيه على المدير الفني للزمالك لعدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد المباراة. أسامة نبيه يعتذر عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للزمالك، وودع اللاعبين قبل مران الأربع، واتجاه في إدارة الزمالك لقبول الاعتذار. أحمد شوبير: في حال اجتياز يعقوب الكشف الطبي بنجاح، الأهلي يفكر في أن الاتفاق يتغير مع ريو أفي البرتغالي، والتعاقد يكون على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية تفعيل الشراء. بيريرا يستبعد شيكابالا من قائمة الزمالك بسبب قيامه بعمل عزومة للفريق على رنجة وفسيخ قبل ساعات من ماتش أسوان دون علم المدير الفني جيسوالدو فيريرا، مما استدعاه استبعاد اللاعب من القائمة لعدم تحمل كابتن الفريق للمسؤولية. عودة المدافع محمود شبانة لصفوف نادي الزمالك وقطع إعارته لنادي سموحة. عمرو السولية يفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة ال11 باكتساح. حسام حسن على صفحته الشخصية يعلن عودته لفريقه السابق سموحة إعارة لنهاية الموسم. استبعاد يوسف أسامة نبيه من قائمة الزمالك بسبب آلام في اللثة وورم في الفم. إدارة بيراميدز تتوجه بالشكر للمدير الفني اليوناني تاكيس كونياس وجهازه المعاون على الفترة التي قضاها في قيادة الفريق. وجيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك على بعد خطوة واحدة من تولي الإدارة الفنية لبيراميدز. في رسالة إلى النادي الأهلي: الصفحة الرسمية لفيفا، نراكم بعد أقل من شهر في المملكة المغربية. الأهلي يبدأ إجراءات سفر كريم فؤاد للنمسا للخضوع لعملية الرباط الصليبي. محمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري: هناك عروض من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم مروان عطية، وكلها شفوية، وهناك مناقشات من جانب إدارة النادي، وسيتم مقارنة العروض واختيار الأفضل. وهناك عرض مالي سيتم تقديمه من بيراميدز غدا، والمنافسة مشتعلة بين الأندية الثلاثة على ضم مروان عطية، وإذا تساوت العروض من الثلاثي الأندية سيكون هناك أفضلية لنادي الزمالك، ولكن إذا تم تقديم عرض أكبر بالطبع سوف نختار العرض الذي سيكون في مصلحة النادي، وسيتم حسم صفقة مروان عطية خلال ال10 أيام القادمة.
في محاولة للتخلص من اللاعب، المصري البورسعيدي يرفض سامسون إيكينولا زائد مبلغ مالي في مقابل إلياس الجلاصي، وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري يرفضون اللاعب أيضا، ووكيل اللاعب يرفض فسخ التعاقد بالتراضي مع الزمالك. مرتضى منصور: لدينا عرض ليوسف أوباما من أحد الأندية السعودية على سبيل الإعارة بنية البيع، ووافقت عليه لكي يلعب ويعود لمستواه كما حدث مع محمود علاء. بشق الأنفس: برشلونة يفوز على فريق من الدرجة الثالثة بنتيجة 4-3 ويصعد إلى دور ال16 في بطولة الكأس. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.